الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. الترحال واكتشاف الطبيعة من أكثر الهوايات التي تريح النفس، ويمكن المهتمين بهذه الهواية بيكون عندهم إدمان كبير لها، بمعنى أنهم لا يستطيعوا الابتعاد عن الطبيعة كثيرا. يسعدنا اللقاء بالأستاذ أشرف محمد خطاب المصرفي، وأيضا واحد من عشاق الطبيعة والترحال. برحب بحضرتك أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أشرف، زي ما قلنا كده إن الطبيعة بتتحول إلى إدمان، واكتشاف الطبيعة من الهوايات الجميلة اللي بتريح النفس والأعصاب. حضرتك بدأت هذه الهواية إمتى؟ والله أنا يعني بداية من 10 سنين تقريبا بدأت يعني هواية الترحال والاكتشاف والكامبينج في مصر. يعني بقالي دلوقتي 10 سنين منتظم فيها. يعني ضغوط العمل بتكون يعني حافز كبير على ان الانسان يطلع للطبيعه، وبعد فتره طويله من العمل بيكون خلاص الانسان يعني نفسه باي شكل من الاشكال يرجع للطبيعه، والعوده الى الطبيعه بيكون ليها تاثير ايجابي كبير جدا على الشخص. اكيد متفق مع حضرتك. يعني انا اعتقد ان الانسان الخروج للاماكن اللي زي دي او للطبيعه ولو حتى يعني مثلا في يوم الجمعه والسبت او في ايام الاجازات بيخلي الإنسان لما يرجع تاني لشغله يبقى مركز أكتر، أو يعني يبدأ يبقى عنده إبداع أكتر، لأن هو يعني خرج الضغوط اللي جواه، قدر إن هو يتخلص من الضغوط بتاعة العمل. فده شيء طبيعي إن الإنسان يبقى لما بيخرج الاسترس اللي عليه ومثلا يشوف مناظر جميلة أو يقعد في مكان هادي أو يمارس حاجة هو بيحبها بيقدر يرجع شغله تاني عنده شغف ان هو يكمل يعني. وكلنا طبعا في اشغالنا بيبقى علينا شيء طبيعي الضغط بتاع الشغل يعني. حضرتك قلت لي ان الاديان كلها بتحث على التامل والتفكر في الطبيعه والترحال، وان احنا يعني كتر التامل ده بيسيب حتى اثر ايجابي عند الانسان. بالظبط. يعني انا من الايات اللي استوقفتني كتير قوي اللي هو يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أنا مش مفسر طبعا، بس أنا يعني بحب أفهم الآية فقنا عذاب النار. يعني إيه ربط قنا عذاب النار بالتفكر والتأمل؟ فأنا لما سافرت مثلا وشفت حاجات عجيبة في خلق الأرض والسماوات والنباتات، أنا ما بقاش غير إن أنا أقول سبحان الله، أمنت بالله. إزاي الناس مثلا تبقى ما عندهاش إيمان بالله؟ ففعلا حسيت من جوايا ان الايمان زاد، او قدره ربنا بقت احسها والمسها واشوفها بعناية. واشوف كنت دايما مثلا السؤال دايما بيتسال اين الله؟ فلا انا مثلا بصور صور ساعات واحب اعلق عليها وانزلها مثلا في الجروبات او كده، فاقول لقد رايت الله. رايت الله لما مثلا شفت نبات زي المانجروف في مثلا محميات نبق، والنبات ده من النباتات اللي عايشه في المياه المالحه في البحر، ومطور نفسه بساق هوائية
هي اللي بتحل محل الورقه، والورقه بتاعته هي عباره عن معمل تكرير للمياه. المياه ملح، بتطلع ملح عليها، فتقفي قدام ده تبقي متعجبه يعني ازاي ده تم. البذور الهوائية بتاعته اللي بتخرج بره المية عشان وكمان هي بتعتبر نظام بيئي متكامل، يعني فيها أسماك بتعيش وفيها كائنات بحرية بتعيش، وهو يعني نظام بيولوجي صراحة يعني مميز جدا. مصر تملك ثالث أكبر غابة من غابات المانجروف في شرم الشيخ ومحمية نبق، وزي ما حضرتك قلت كده هي ملاذ آمن للتفريخ بتاع الأسماك والكائنات البحرية، فطبعا منطقة جميلة جدا يعني. حضرتك يمكن اللي بيحبوا الترحال بيتحركوا كلهم في مجموعات تقريبا، بيحبوا يكونوا مع بعض مجموعة واحدة عندهم نفس الهواية، بيروحوا مكان معين، بس كل واحد فيهم بيبقى له تجربة خاصة ومشاهدات خاصة بعينه هو، يمكن بتختلف عن باقي المجموعة. حضرتك تقول لي ايه عن هذه الرحلات اللي ممكن يخرجها مع بعض عشاق الطبيعة وكل واحد فيهم يشوفها بشكل مختلف؟ هو سبحان الله يعني احنا لما بنروح بنبقى مستغربين ان كلنا شبه بعض، يعني كلنا جايين نتأمل في الهواية ولا وفي التصرف. يعني هي بعد 10 دقايق الأولى من اللقاء بنلاقي نفسنا بقينا أسرة وأصحاب، وكل واحد معاه حاجة بيساعد التاني، وهو دي الأساس إن الكل كل واحد بيساعد التاني. يعني لو حد محتاج حاجة ناقصه حاجة في خيمة، بتلاقي زميله من غير ما نتعرف على بعض بيطلع له الحاجه اللي ناقصاه يديها له. محتاج حاجه يساعده فيها، ينصب خيمه، يشيل خيمه، حد لسه بادئ اول مره يعمل الحاجه دي ومش عارف يعملها، بتبص تلاقي من غير ما هو يطلب الكل راح له وساعده. بس كل واحد بيبقى له رؤيه. يعني مثلا انا بحب الكاميرا اسجل الرؤيه اللي انا شفتها. في مثلا انا قابلت صديق رسام يصحى الصبح ويعمل باليتة الألوان ويقعد يرسم الجبل مع النبات، ويعني من الإبداع اللي هو أنا شفته فيه أو علمهوني إنه قاعد يوريني اللحاء بتاع شجرة اللوز إزاي متمشي، والخشبة متمشية مع لون الجبل وتدرج الجبل بتاع البيئة، وإن الوردة بتاعت اللوز من جوه لبره هو نفس تدرج ألوان اللحاء والجبل. أنا ما كنتش واخد بالي. يعني هنا بنفيد بعض بكده ان هو التأملات بتاعته ممكن تختلف عن تأملاتك لنفس المشهد. بالظبط، هو زاويته كفنان وكرسام بيعمل باليتة الالوان، فهو قاعد منسجم انه يعمل الباليتة بصعوبة عشان يحاول يماتش الخلق بتاع ربنا سبحانه وتعالى وازاي درجات الالوان. انا بالنسبة لي لا، امسك الكاميرا وشايف مثلا هنا شروق غروب نجوم الجبل مع ظلال، ببدأ أحاول أصور الصورة دي بالكاميرا بس، أو لكن هو مثلا شكل أعمق. تلاقي مثلا واحد تاني ماسك كتاب وقاعد يقرأ، كل واحد بقى واحد ماشي بيتأمل كده في الوادي يعني. حضرتك لفت نظرنا لموضوع التوثيق، ويمكن ده من أكتر الحاجات اللي مؤخرا يعني نشرت هذه الهواية اللي هي هواية الترحال والطبيعة. ناس كتير بتوثق رحلاتها وبترجع تنشرها على السوشيال ميديا أو على أماكن التواصل الاجتماعي، ومن كده متهيألي هواة الطبيعة كتروا. لان هم بداوا يشوفوا حياه غير اللي هم عايشين فيها باستمرار، المدن المزدحمه وغيره، فبداوا يشوفوا لا، العالم فيه اماكن اكتر من كده مش عليها الضوء. اتفق مع حضرتك، هو فعلا العدد زاد، سواء كان من ناحيه المنظمين اللي بينظموا الرحلات دي وكمان الناس اللي بتجوين الرحلات دي. وفعلا يعني لما بنخرج للوديان مثلا في سينا او غيره، او بنيجي هنا اسوان او سيوه، احنا فعلا بنشوف يعني اماكن جديده مريحه للاعصاب، مفيش مثلا فيها الازدحام، خاصه مثلا سكان القاهره او اسكندريه او الاماكن اللي هي يعني العاصمه. فالاماكن دي بتبقى هاديه، وكمان بنتعرف على يعني من الحاجات اللي انا عن نفسي مثلا بعشقها جدا ان انا بشوف اهل المكان وعاداتهم.
وبحب جدا ان انا اعيش التجربه كامله. يعني مثلا من ضمن الحاجات الجميله اللي شفتها في حلايب وشلاتين، جبل علبه يعني او ابو رماد، الناس هناك مثلا بتفطر الصبح اكله اسمها السلات. السلات ده عباره عن غنم او معزه صغيره بتتقطع بتحط على زلط ويفطروا بيها. هو بيفطروا كده ليه؟ بيفطروا كده لان دي البيئه بتاعتهم. هو عنده قطعان، وبالنسبه له كمنطقه ده المتوفر، فهو بيفطر الحاجه المتوفره بالنسبه له. فانا مثلا احب بقى اعيش التجربه زي ما هو. انت بتعمل ايه؟ هو ممكن جدا مثلا المنظم يعرض ان لو عاوزين تفطروا يعني الفطار بتاعنا الطبيعي الفول وطعميه بتاعها متاح. لا، انا عاوز البلد بتعمل ايه ابقى زيهم واتعامل معاهم زيهم واتكلم زيهم. تقاليد بقى واكل وكل الحياه العاديه اللي بتميز اهل المكان. هي اهم حاجه بيبقى احنا بنتكلم فيها مع بعض قبل ما نوصل عادات المكان ده واصله ايه. يعني مثلا بنبقى عارفين احنا رايحين جبل علبه ابو رماد، فالجبل ده بيسكنه قبائل البشايريه، ومن عاداتهم مثلا ما بيحبوش الكاميرا تيجي ناحيتهم نهائيا ابدا. يعني ما الا اذا هو قال يعني ممكن تصورني كده، يعني صورني صوره فاصوره، لكن هو ما يحبش ابدا ان انا اوجه الكاميرا ناحيته. فمن فضلكم ده بيتوجه لنا كلنا، ما حدش يوجه الكاميرا ناحيه حد. فبالتالي احنا اصلا من غير حاجه، يعني من غير حتى ما هم يكونوا بيطلبوا كده، احنا من ثقافتنا او من عاداتنا احترام الخصوصيه. ما بصورش اي حاجه يعني فيها خصوصيه. لا بصور شجر، طبيعه، جبل، ورود، نباتات، اي حاجه من الحاجات دي. اشخاص لازم يعني استاذنه، او لو انت عاوز تصور اصورك، مش عايز خلاص، ما يعني دي حريه شخصيه. وحتى لو صورت حد انا ما بستخدمهاش مثلا ابدا على السوشيال ميديا، بديها له. لا بديها له، يعني انت خد صورتك اهي، صورتك عجبتني مثلا، او انت مثلا في مثلا في مهنه معينه او بتعمل حاجه فانا صورت، فادي الصوره بتاعتك. لكن انا مش من حق استخدم حاجه الا بموافقه الشخص ده يعني. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge of allegiance. عشاق الطبيعة والترحال بيكون ليهم الخريطة الخاصة بيهم، هم مركزين على نقاط معينة مختلفة تماما عن اللي احنا كلنا بنركز عليها. حضرتك بتشوف خريطة مصر ازاي، وايه اكتر حاجات او اماكن حضرتك حاسس ان فيها تميز وفيها يعني طبيعة فريدة؟ مصر غني بطريقة جميلة جدا وشمالها. يعني اولا غني بطبيعة الناس، يعني كل مكان ليه طبيعه الجميلة اللي بترحب بالناس، والواحد بيحس يبقى مستغرب ان هو وكأني مثلا عاوز اسال هو حضرتك تعرفني قبل كده، من كتر ما هو يعني هو يعني ودود بطريقه غريبه مع ان انا لسه شايفه دلوقتي. فتلاقيه لا ودود وبيرحب. وهو حتى احنا لما بنروح سينا مثلا بنعتبر نفسنا احنا ضيوف عند الناس، مش ان انا رايح بقى وان انا مثلا في مكان معين دافع قيمه مثلا او بتاع. لا، هو في النهايه انا ضيف وبعامل بمعامله الضيف، اكرامه واللي انت عايزه واللي انت طلبك ايه، لغايه ما تمشي وانت مبسوط. بس فدي اجمل حاجه بقابلها في كل اماكن رحناها، يعني من اول سيوه، من اول سينا، هنا طبعا في النوبه ناس. يعني انا رحت في سيوه مره، اول ما نزلت من الباص وكنت مكلم واحد معرفوش، يعني حد قال لي ده هيستقبلك ومعاه عربيه يوديك والمزارات ويعمل معاك اللي انت عايزه. انا نزلت من الباص بكلمه انت فين، فلقيت شخص خلاص انا شايفك، وراح جاي عليا راح بيسني وحضني وبتاع، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ يعني هو ايه طيب. ولا وبعدين اكتشفت لا هو الود عارفه الفطره الانسانيه بتاعت الود، مش مجرد هو خلاص القيمه الماديه المتفق عليها خلاص احنا متفقين انا هعمل معاك 3 ايام مثلا وهوديك في الاماكن دي بقيمه معينه. يبقى بقى ان انت تمشي مبسوط،
وتبقى مستريح نفسيا، او المهمه اللي انت جيت فيها عملتها. يحصل تواصل انساني جيد. بالظبط، تواصل انساني. فده مثلا من ضمن الحاجات الجميله جدا. والتعرف بقى على الثقافات، مثلا ان نفاجئ ان مثلا في علبه، في جبل علبه او قبائل البشايريه بيتكلموا لغه تانية خالص اسمها الروتانا، زي ما هنا مثلا في النوبه بيتكلموا يمكن بصراحه مش متاكد من نطق الكلمه يعني، لكن بيتكلموا لغه تانية زي النوبه مثلا. فنشوف مثلا في سيوه من ضمن الحاجات اللي انا يعني عجبتني جدا في الطبيعه، ان الطبقه الاولى من الارض اللي هي الكارشيف اللي هي بيتبني بيها ومبني بيها مثلا القلعه بتاعت شالي. يعني سبحان الله في النظام البيئي اللي ربنا خلقه، انه يخلق طبقه بيتبني بيها، وبعدين طبقه ملح من اجود انواع الملح اللي بيتم تصديره، وبعدين تتحول البحيره دي الى مكان للعلاج، الانسان ينزل فيها يستشفى من الاملاح الكثيفه اللي في سيوه. فيعني سبحان الله، يعني بلدنا جميله والترحال فيها جميل، واكتشاف للذات، تفكر. فسبحان الله برضو يعني كل ده هي نفس الآية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. شوفي مثلا شجرة، الأشجار في الجبال بتنمو لتحت أكتر من فوق، يعني هي بتبحث عن المية، فبالتالي المجموعة الجذرية بتنمو إلى أسفل مش إلى أعلى. بعد كده طالما وصلت المية خلاص هي مش محتاجة رعاية، هي بتدي تكبر وتدي الإنتاج بتاعها. فكل ده الواحد وهو ماشي بيتفكر فيه. والحقيقة مثلا سواء كان في سينا أو في ناحية يعني بعد مرسى مطروح في العرب، عندهم عادة جميلة جدا، إن مثلا التاكل اللي أنت عايزاه تمدي إيدك على أي حاجة موجودة تاكليها، ما حدش لا بالعكس. ده في مثلا في بعد مرسى مطروح في سيدي براني يجروا ورانا بالتين بتاع مطروح ده ويدونا ثبت، لا لازم اهلا وسهلا بيك ولازم تاكل. نقول له طب خلاص والله احنا كلنا يعني طول بتاع، لا 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 لازم، ده انت ضيوفنا. فكل الكلام ده ضيافه. كل الكلام ده يعني زي ما حضرتك قلت كده الواحد بيرجع حالته النفسيه افضل. حضرتك برضو من هواة مشاهدة الطيور وأيضا تصوير الطيور، ويمكن الهواية دي هواية جديدة نسبيا في الفترة الأخيرة، يمكن بدأ الاهتمام بها كتير جدا، وفي يعني سياحة بتيجي مخصوص أسوان عشان موضوع مشاهدة الطيور، وبرضو في محافظات تانية طبعا بتتمتع بنفس القيمة الكبيرة دي. حضرتك تقول لنا ايه عن هذه الهواية، وقد ايه هي برضو من الهوايات الراقية اللي بتسيب أثر كويس جدا عند الإنسان؟ هو بنفس فكرة التفكر، وأنا يسعدني جدا ومتشرف جدا أن أنا اتعلمت تصوير الطيور هنا في أسوان من سنتين بس. يعني أنا جيت هنا في كامب مع يعني أحد الأصدقاء، هو راجل من أهل أسوان، والحقيقة هو كمان عامل يعني جمعية، ونشاطه واضح جدا حتى في مجال تعليم الأطفال البيئة والطيور، وبيعمل كامبات موجهة ليهم. فهو كان عامل يعني رحله او جروب، وجينا مع مصورين طيور طبعا اللي هم ما شاء الله الاساتذه اللي احنا اتعلمنا منهم، وتعلمنا الطيور وازاي نقرا عن الطائر وازاي نميزه عشان نعرفه، وسجلنا مشاهداتنا اكتر من 220 طائر في مده يمكن 4 ايام، وصورنا وتعلمنا ازاي نصور الطيور وازاي ندور على اسم الطائر ايه، ازاي ايه وهيطير امتى، وكل ده اتعلمناه من الزملاء. يعني طائر ليه متهيألي يعني اسلوب معين في التصوير واماكن معينه بيتواجد فيها وطريقه معينه عشان تقترب منه، لان مش كل الطيور برضو بتبقى موجوده بنفس الكيفيه او بنفس الشكل او بنفس الاماكن. هو معظم الطيور الاقتراب منها صعب. يعني معظم الطيور خاصه يعني الطيور بيبقى عندها ذاكره، يعني اذا الطائر عرف ان هو بيتاذي او ان هو مثلا حد بيصطاده او في مكان معين بيتم ان هو محاولات صيده، بيبقى الاقتراب منه بعد كده صعب، لانه بيبقى عارف ان انت ممكن تقربي في نيه للاذى.
لكن الطائر اذا اطمأن ممكن جدا بعد كده يقترب منه، بس معظم الطيور بيبقى صعب الاقتراب منها. عشان كده يعني افضل حاجه اثناء تصوير الطيور ممكن بنلبس زي تيشيرت مثلا لون الطبيعه اخضر، او مثلا مموه لشكل بحيث ان هو ما بقاش شايف، ما بنتحركش. يعني حتى المركب وهي بتقترب مثلا من مجموعه طيور بيطفي المحرك ويبدا يسيب المركب تمشي مع التيار، وكلنا نقعد ما حدش يتحرك، بحيث ان احنا نقدر نقترب من الطيور بقدر الامكان ونديهم الاطمئنان وبعدين نبدا نصور. طبعا بنعتمد على عدسات يعني المدى بتاعها كبير عشان انا مش هقدر اقرب، فيدوبك ان انا المسافه الامنه اللي هو الطائر مش هيطير بحيث ان انا اقدر اصوره بس. لكن طبعا برضو من الحاجات، من الاعجازات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في تكوين الطائر، تلاقي مثلا الطائر الخواض اللي هو بيجيب مثلا من المستنقع وياكل، تلاقي المنقار بتاعه مدبب طويل، وتلاقي ليه رجليه زي طويله وحافر ان هو يقلب الطين ويطلع الاكل بتاعه عشان ياكل. بينما الطائر اللي بيصطاد الاسماك مثلا سبحان الله يعني العين بتاعته ثاقبه، وتلاقيه مدبب وصغير بحيث ان هو يغطس فجاه جوه الميه، يطلع بالسمكه ويطلع يروح ياكلها. فكل طائر ربنا سبحانه وتعالى بالظبط مهيئ للاكل بتاعه، ومنظومه متكامله زيها زي اي منظومه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. نتكلم برضو على طبيعة حضرتك في العمل، ويمكن حضرتك بتشتغل يعني في مهنة يمكن شديدة الخطورة والأهمية وعايزة تركيز كبير جدا، وزي ما قلنا كده ان هي الطبيعة بتكون هي الملاذ الآمن غالبا. حضرتك برضو بتحب تخرج أسريا وبيكون معاك ولادك في هذه الرحلات، وحاولت ان انت تنقل لهم هذه الهواية بحيث ان هم يعني تكون الهواية ممتعة أسريا. يعني انا كنت حريصه بالظبط كده، يعني خاصه ابني من وهو صغير كنت حريص ان انا اخده معايا، وبشوف ان ده اسلوب تربوي كويس، لان الطفل لما بيتربى على احترام الطبيعه وكمان يشوف مشاهدات التعاون بين الناس وكمان يتحمل مسؤوليه، يعني هو اثناء خروجه بيبدا يعرف انه هو متحمل مسؤوليه، او ان ازاي الناس بتحترم بعض، ازاي الناس بتتعاون مع بعض. فهو بيبدا ياخد نفس السلوكيات دي، ازاي بنحافظ على الطبيعه. يعني مثلا ممنوع تماما ان حد يرمي اي حاجه. وبرضو بناتي بيشاركوني في الرحلات دي، برضو هم بيحبوا جدا ان هم يخرجوا او يسافروا معايا، الحمد لله يعني بنسافر احيانا كلما امكن ذلك، بنسافر مع بعض يعني. والله انا من اجمل الرحلات اللي طلعتها كان ما وراء السد، وانا بسميها رحله الاحلام. يعني كانوا 5 ايام وصولا الى من السد العالي الى ابو سمبل. كان بصراحه انا كنت منبهر بكم الطبيعه والفطره، والناس ان تنزل على جزيره تلاقي الناس قاعده وتجيب منهم سمك ويعمل لك السمك، ونقعد ناكل كده ببساطه، والشاي والقهوه والحكاوي والناس بسيطه. حاجه جميله. يعني زي ما حضرتك قلت كده كلنا في اشغالنا نبقى ملتزمين ما بالظبط ولبس وطريقه معينه وكتابه معينه وحاجه. فلما تلاقي نفسك قاعده كده وشويه نار وتحطي شويه قهوه، فنجان شاي تشربيه او كوبايه شاي تشربيها، نلبس طاقيه بالظبط كده، لازم يبقى فيه تأثير برضو تغيري. ما انا قلت لحضرتك انا بحب اروح يعني شبه المكان، الويكه اكل الحاجه اللي بتتعمل في المكان زي ما هما بيعملوها. يعني ما اروح اي مكان ويقول لي مثلا طب نعمل لك مثلا حاجه او اكل انت متعود عليه مثلا، او انت عايز كذا، اقول له لا يعني الاكلكم اللي انت بتعمله وفاهمني بقى ايه ده يعني قول لي ايه ده بس فبتبقى تجربه حلوه يعني. نورتنا استاذ اشرف ونورت اسوان، ويمكن احنا بننتظر الفتره دي اللي هي بدايات الشتاء عشان يعني عشاق الطبيعه بييجوا ينوروا اسوان وبيحسسونا فعلا قد ايه احنا عايشين في مكان جميل. ويمكن يعني طبيعه اسوان كل الناس بتشهد لها، وبنشكركم جدا ان انتم بتنورونا وبتشرفوا اسوان. انا اللي بشكر اهل اسوان واهل مصر كلهم اللي انا زرتهم من الشمال للجنوب،
شكرا لأهل أسوان، فعلا مدينة جميلة، وأتمنى لمصر كلها ولأهل أسوان مزيد من الرقي والإنجاز. كده اللوحة اترسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم مع لوحة جديدة من موزايك.